هو كده ما ينفعش يا مغاربه، كده مسختوها انتوا يعني. طب انتوا عايزين ايه طيب؟ يعني مش كفايه طيب؟ اخويا قلنا وهو تلميذ وراه سوف يشارك معه بالكواليس تاعو، وراح يقوى وراح ينشروا العنكبوت تاعهم وما على باليش وش. حبالك بعثوا واحد الاوهام للشعب، بعثوا واحد الاوهام للشعب لا الله محمد رسول الله. الكره الافريقيه ما تسقمش خاوتنا، باش تكونوا على بالكم حنايا ما كاش كيفاش كاع نافونسيو. راكم حابين تفهموا علاش، دوك نقول لكم علاش. المنتخب الغيني اختار المغرب لاستضافه المنتخب الوطني الجزائري في الجوله الثامنه من تصفيات كاس العالم. المباراه ستلعب يوم 8 سبتمبر بدايه من الساعه 5 على ارضيه ملعب الخامس بالدار البيضاء. خاوتنا كي شافوا العلاقه ماهيش مليحه مع المغاربه حبوا يلعبوا تما. علاش ما خيروش ليبيا؟ علاش ما خيروش مصر؟ مصر عندهم 6 شباب، علاش ما خيروش سوانسا عندهم 6 شباب تانيك. المنتخب الغيني يقرر رسميا استقبال المنتخب الوطني الجزائري بالمغرب وبالضبط في الدار البيضاء. خوتي ما ماركيتوش هاد المنتخبات الافريقيه اللي ما عندهمش ارضيه ميدان صالحه لله، لما تكون عندهم مقابله رسميه امام المنتخب الوطني الجزائري يختاروا المغرب، استقبال في المغرب. ما يخيروش، ما يستقبلوه لا في تونس لا في ليبيا لا في مصر، ديريكت يخيروا المغرب. وش رايكم في اختيار المغرب بكل صراحه؟ لماذا الانديه المغربيه تختار المغرب؟ من اجل الملاعب ام من اجل شيء اخر واستفزاز الخصم سياسيا؟ وما بنوش باللي ما عندناش بروبليم حتى اي واحد، احنا عندنا بروبليم مع السياسه المغربيه والسياسه في سياسه. الله يسهل الشعوب بيناتنا والحمد لله. وراه المشكل كيختار المغرب نورمال. المغرب خاوتنا وحنا بعد نادي الرياضي القسنطيني لعبنا عندهم وراحوا عندهم تاعنا واستقبلوهم بيان وكل شيء. بالعكس كي خيرتوا المغرب راكم درتوا فينا مزيه باسكو الجو يساعدنا، الكليمه ماهيش كيما ادغال افريقيا، شغل لك في الجزائر بعد المناخ مليح صافي. دير رانا رايحين نلعبوا لكم في المغرب ونربحوكم ونورمال عادي جدا. معهم شي بلد لانهم غير راضيين على طريقه تسيير هذه الهيئه. اليوم احنا متاكدين انه البلد الذي سيحتضن كاس افريقيا 2025 هو غير جاهز 100%. شوف اخوتي، شوف هذا ملعب في المغرب اخوت، ملعب بنو بطوطه بطنجه. كيف تقول بلي يا ودي انا كيف المغربيه دايره الاتحاد الافريقي دار قرعه ودار وين تلعبها وينتا وانت انا نكذب؟ انا شكون؟ انا موتيبير. عندنا 2030 دو المونديال مع اسبانيا والبرتغال، عندك الاناث دو 2024 ودو 2026، عندك تاع الرجال هاي في لافاندانيه دي في ديسمبر راح تكون كاس افريقيا في المغرب تاع الرجال. راك فاهم؟ نزيدوا نروحوا. عندك اللي اقل من 17 سنه داراها وداوها وقال لك لمده 5 سنوات. يعني النهارده المغرب بتاخد تنظيم كاس افريقيا للرجال، تنظيم كاس افريقيا للسيدات، تنظيم كاس افريقيا للشباب، تنظيم كاس افريقيا للفوتسال. النهارده المغرب بتاخد الرياده الافريقيه. هذه المنتخبات الافريقيه خاوتي عندهم في اختيار المغرب سوء النيه وكاين خبث. علاش الخبث؟ يقول لك باللي الجزائريين والمغاربه ما يتفاهموش. يعني دركا هادو الكل داهم نقش. حنا دركا في الفتره القادمه واش راح نديو كاس جي، نديو العصير، واش نديو كاس العالم داوها، كاس افريقيا 2025 داوها، كاس افريقيا للسيدات قال لك 5 سنوات، عندك ديجا 24 وعندك 26، يو 17 داوها، فوتسال داوها. واش راح يقدم لنا درك وليد صادي في السنوات القادمه هذه؟ واش راح يجيب لنا؟ واش راح نديو؟ النهارده المغرب بتصدر المشهد في كل حاجه بكل صراحه وبكل وضوح، وسابت الاتحاد الافريقي خلاص ضمن كل حاجه في الاتحاد الافريقي. البعض يقول لك ده كولسه، ده فساد، ده ماشي كولسه وفساد في الاتحاد الافريقي. طيب كولسه وفساد في الفيفا لما رئيس الفيفا اكبر راس في الرياضه في العالم كله يكون موجود النهارده في المغرب وبيشيد بالمغرب وبالبنيه التحتيه بالمغرب وبالواجهه السياحيه بالمغرب. النهارده الفيفا بتاخد مقر في الرباط في المغرب كاول بلد عربي وافريقي يبقى فيها مقر اقليمي للفيفا. الحمد لله. العلاقه بيننا وبين المغاربه ما بين الشعب بين هذه العلاقه اخويه، خاوتنا في الله ويحبونا ونحبوهم. ونزيد نقول لكم حاجه خاوتنا، مليح علينا كيحطونا في السطاد تاع دار البيضاء، حنلعبوا في بلاد تاع المغاربه. هي جايه كوب دافريك باش نعرفوا الاجواء تما، باش نعرفوا لي سطاد تما كيفاش دايرين، وهما مدايرين في راسهم باللي حنايا ما نفهموش. عندك تاع فوتسال كيف وعندك دركا قال لك راح يديروا تاع واش اسمه تاع ايفا. يعني دركا وشفناها ايفا وصلوا للنهائي وخسروا امام جنوب افريقيا. وده ناتج ان الناس دي شغاله، الناس دي عندها فكره، عندها تخطيط، عندها اراده، عايزه تعمل حاجه لبلدها. واحنا هنا مش بنعيب المغرب ولا بنعيب فوزي لقجع، لا احنا بنفرح له ودايما في تقدم وفي امان. احنا نعيب بقى المسؤولين اللي عندنا في الرياضه، في الاتحاديه المصريه، الاتحاديه الجزائريه التونسيه، نتعلم من الناس دي، نشوف الناس دي عملت ايه. ما كانش منهم
من الشعب المغربي والشعب الجزائري، شعب واحد واخوه، والامورات هذوك الله يسهل على كل واحد، واللي كاين ابواق تاع فتنه ربي يهديهم. هذا ما كان، مي انا نقول باللي الشعب الجزائري والشعب المغربي ما كاين والو، ونلعبوا مع غينيا في الدار البيضاء ونربحوهم من تما بربي ان شاء الله، نتكاليفيو لا كوب دي موند بربي ان شاء الله. هذه هي صراحه. وما تنساش وش اسمه الله محمد رسول الله. لي ماتش تاع كاس العالم للانديه شفتي ديما ينظموها من تما ويلعبوها من تما، وحنا واش دينا حنا؟ يقول لك وليد صادي يصفع الاقجع، جيبوا لنا وليد صادي، جيبوا لنا وليد صادي، وليد صادي سوف هو اللي راح كانوا يقولوا لنا بلي وليد صادي هو اللي راح يحبس الاقجع، ما كانش هذه. فهمتوني؟ ما يميش حاجه ليك والله. المغرب العلاقه تاعنا مع الشعب حنا نورمال بيان. انا واحد من الناس عندي درك حباب والله غير من المغرب نحكي ديما ونتوانسوا ونسقسيو على بعضنا عادي. امور واحده اخرى ما عندهم ما دخلنا، حنا شعب خاطينا. المهم تحيه الجزائر، وباذن الله الفوز في المغرب وتساعدنا بعد نحضروا فيها للكاس افريقيا. المهم هما داروا مزيه كيخيروا المغرب. الناس دي طورت بلدها وفكرت وخطط عشان توصل وتطلع بلدها بالمنظر ده، فاحنا ما نزعلش ونقول ده كولسه وده فساد وده مش عارف. لا، دي ناس شغاله وده انتاج شغال. النهارده المغرب بتحصد اللي زرعته النهارده من سنين على كل المراحل السنيه للمنتخبات. منتخب اول شباب اولمبي تحت 20 سنه، تحت 17 سنه، النهارده سيدات واصله لنهائي كاس افريقيا، فبالتالي ده تخطيط وشغل. يسب شو هذا وكيلو ربي هذه ولي يتعرف بنات المغرب وكيلو ربي. حنا كثر مشكلتنا سياسيه، ماشي شعبيه. الشعب ما عندنا حتى دخل فيهم. انا ما عندي حتى، انا ما نربح والو كيسب المغرب، والمغربي ما يربح والو كيسبني. هايدو تما غينيا نتوما درتوها بالعاني باش تستفزونا كيما بوركينا فاسو. يا والله غنربحوكم في باكبا. انا مانيش موتيبي، انا الا مواطن في الصحه تاعي. لا نخمم نشوف باللي ودي مازال ما كان والو. شادنا نشوف الملاعب، تطوير الملاعب، هذه الملاعب غادي يكونوا صدمه. دروك نتايا كي ينظموا الكاس افريقيا، شي غادي تخرج انت اللي كنت تقول لي باللي الملاعب لا تصلح لكره القدم، تصلح للرعي الابقار. شي غادي تخرج تقول لي؟ النهارده الفيفا لما يكون موجود في المغرب وفي انفانتينو يشيد بالمغرب والبنيه التحتيه في المغرب ويفتح مقر في المغرب، لا ده مش فساد، ده شغل واراده وتصميم. واحنا كمصريين نتعلم، لا غلط لا عيب لا حرام. شوف الناس دي خططت ازاي، شوف الناس دي فكرت ازاي، شوف الناس دي عملت ايه، ونتعلم منهم. مليون مبروك للاخوه في المغرب، افتتاح فرع للفيفا في المغرب في مدينه الرباط، هيفتتح يوم السبت قبل نهائي كاس افريقيا للسيدات اللي هتقام بين المغرب ونيجيريا. وغينيا ضد المنتخب الجزائري يوم 8 سبتمبر بالدار البيضاء بالمغرب. كما على بالكم المنافسين تاعنا غير يلحقوا الماتش كونتر علينا يبداو يبدلوا في البلدان، يولوا لي صفات تاعهم ماشي واجدين، يولوا عندهم مشاكل، ويخيروا توجور بلدان واحده اخرى. العالميه لاول مره في افريقيا والعالم العربي، ما باش نقول حتى اوروبا، ولكن غادي نصدموا شي ناس. اللهم ما نخليوها غير في العالم العربي وافريقيا. ايش غادي تخرج تقول لي؟ ماشي انا اللي كانوا مامنينكم. ايش تخرج تقول لي؟ نقول لك نقصر معاك، كنا دايرين قصره، وتقول لي كنا نبلعوا بها الوقت. راك تشوف تنشوفوا شاشات خارجيه خارج الملعب تتعرض يعني كل ما يقع داخل الملعب. باب